لا تفتح التابوت وسيسبح الموت بجناحه كل من يجرؤ على إزعاجنا. دي اللي كان مكتوب على جدران المعبد. عارفين لعنة الفراعنة أو لعنة توت عنخ آمون؟ أكيد سمعتها. إن كنت مصري أو غير مصري دايما بتسمع جملة لعنة الفراعنة. عام 1922 بدأت الصحافة الإنجليزية تقول إن في لعنة، وهي لعنة توت عنخ آمون. طب ايه السبب؟ ليه الصحافة في الوقت ده اتكلمت وقالت عن اللعنة دي؟ لأن تم وفاة العالم اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون عقب اكتشاف المقبرة ب4 شهور تقريبا، وكان معاه زميله عالم الآثار هورد كارتر. ويقال ان سبب الوفاة بسبب بعوضة، والبعوضة دي قرصته فجابت له تسمم في الدم، او ان في لعنة. الفريق اللي اكتشفوا المقبرة دي حصلت له مصائب كتير جدا، ان كان مات او انصاب بحمى مفاجأة بدون اي اسباب، او ان هو حصل له جنان، زي والد السكرتير عالم هارد كارتر اللي انتحر حزنا على ابنه، وفي جنازته الحصان داس على طفل. الآثار مرضوش يصرحوا ان دي لعنة، قالوا ان دي مجرد صدف، مع ان في علماء آثار تجنبوا خالص ان هم يقربوا من مقبرة توت عنخ آمون. وهنا عايزين نعرف مين هو توت عنخ آمون. هو أصغر فرعون حكم محكمها وهو عنده 9 سنين. توت عنخ آمون هو أحد أفراد الأسرة ال18. كان فرعون مصر من عام 1334 قبل الميلاد ل 1325 قبل الميلاد، وكان متزوج من أخته عنخ أفن آمون، وهو ابن الملك أخناتون، وده بعد ما أجروا تحاليل DNA واكتشفوا إن هو أبوه. سبب الموت هي كانت حادثة عربية. حكم مصر وهو عنده 9 سنين بعد وفاة أخوه لغاية لما بقى عنده 19 سنة. قال برضو إن هو من أسباب وفاته إن هو كان ضعيف جسمانيا بسبب قدمه اليسرى. هو الفرعون الوحيد اللي تم تصويره جالس حتى وهو بيلعب الرماية، أو بسبب الزواج القرايب لأن والده كان متزوج من أخته، فده بيؤدي إلى ضعف الأبناء. مقبرة توت عنخ آمون من المقابر اللي اكتشفت كاملة، فيها القناع بتاعه، فيها كل حاجة بتاعته موجودة فيها، وهي من أعظم المقابر اللي تم اكتشافها. بيجي السياح من كل مكان في العالم علشان يشوفوا والتاريخ بتاع الفراعنة والقدماء المصريين. وأنا برضو هعرض ليكم شوية صور لتوت عنخ آمون والمقبرة لما تم اكتشافها. هل انت مع او ضد لعنة الفراعنة؟ اتعرف ان الفراعنة القدام كانوا بيستخدموا السحر في حاجات كتير قوي في حياتهم، فممكن يكون ده سبب اللعنة، او ان المقابر بتبقى منتشر فيها بكتيريا على مر السنين فهي كانت سبب الوفاة حتى لو كان على المدى البعيد. انا حابة اقوله في نهاية الفيديو قد ايه كان المقبرة دي اكتشاف عظيم، اكتشاف اتكلمت عنه الصحف العربية والصحف الإنجليزية. المقبرة دي كانت من المقابر اللي اكتشفت كاملة بدون سرقة أي شيء فيها، كانت كاملة وكانت من أعظم الاكتشافات اللي حدثت في الوقت ده.